السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أخباركم إيه يا حلوين؟ معلش طبعا أنا واقفة في البلكونة، هتلاقوا أصوات غريبة كده، بس عيشوا اللحظة معايا. جو حلو وقلت أصور لكم فيديو. عايزة أجي أتكلم في موضوع مهم كده. والله أنا بحب الشتاء أصلا يا جماعة. أنا كائن شتوي، أنا كائن شتوي، ما بنفعش في الصيف أبدا. أنا أه والله هي قصة، حكاية واحدة، ودي حكاية حقيقية. الست بتقول إنها آه، ما بتأثرش مع إخوات جوزها، تمام، وإنها عندهم أخت دايما بيبقى في بينهم مشاكل، وهي بتفتح لها بيتها عادي، تستقبلها وترحب بيها هي وعيالها بسنين. وأول ما بتتصالح الأخت دي مع أمها وإخواتها، بتبقى هي العدو، تبقى هي العدو. طيب أنا عايزة أقولك على حاجة، بس اوعي تيجي على نفسك تاني، اوعي تيجي على نفسك. انتي عملت باصلك وبتربيتك وكل الحاجات دي، وهي ما عملتش كده، فما عادش حد يفرق معاكي، ما عادش حد يفرق معاكي ابدا. راحوا جم آه عملوا عيالك وحش، عملوهم حلو، عيالك المكروهين. المهم انت اللي تحبي عيالك، مش من حد تاني يحبه، قلبوا جوزك عليكي، كل الامور اللي بقولك عليها دي. ممكن انت بقى تعملي لنفسك مكانة، تمام، وخطوط حمراء محدش يعديها مهما كان. اي ضيف يدخل اهلا وسهلا بيه، ما يجيش براحته. دلوقتي بقيتي انت مكروهة وما بقوش يحبوا يجوا عندك، براحته. بس انت عملت باصلك وعملت الاصول وعملت كل حاجة، تزعلي نفسك ليه؟ دايما في اخت كده آه يعني ايه، قلبت الدنيا على مرات الاخ، او واحدة من ستات اخواتها، دايما واحدة مكروهة تحس ان هي العدو. عادي جدا، ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة والله. خدي الامور ببساطة. هتزعلي طبعا اكيد على عيالك انهم بيتعاملوا وحش، هتتعصبي تتنرفزي. والله يا بنتي ما حد يستاهل، ولا حد يستاهل انك تزعلي ابدا. تاني حاجة، لكل بنوتة لسه هتتجوز، ادخلي على اهل جوزك، تمام، بالمودة والطيب الأول، تمام، بالمودة والطيب. وطول ما بيعاملوه حلو عامليهم حلو، قلبوا عليكي اقلبي عليهم، بس قولا واحدا بقى. يعني انت عامليهم كويس، والله شافوا انه الطيبة ده ضعف وشيلوكي فوق طاقتك، لا يا حبيبتي ما تشيلش، وخلي فيه حدود من اولها، وخلي لنفسك مكان محدش يتعدى المكان ده، وده منطقة حرية الشخصية، محدش يعديها. ومادام انا ما بغلطش محدش يغلط عليا، ومادام انا ما بقلش ادبي مع حد محدش يقل ادبه عليا، لان احنا بنسمع كوارث. اللي عاجبه كلام يا جماعة عادي، اللي مش عاجبه مفيش اي مشكلة، تمام. انا عن نفسي قايلة، سواء مرات ابني او جوز بنتي عيالي، يعني مرات ابني او جوز بنتي عيالي، وكمان قايله لابني هتعيش عيشه لوحدك. والله كان الناس تستغرب، بس انا كده
بشتري دماغه واشتري دماغي، ولا امك قالت ولا اخواتك عادت، ولا هتكره ده في ده، ولا الولد يكره اخواته، ولا البنات يكره اخوهم، ولا اي حاجه. بما يرضي الله هنتعامل. لقينا طيب ولقينا كويس، وهي لما تلاقي ان احنا بنتعامل معاها كده تعيش اخت عاديه، تيجي وقت ما هي عايزه وتطلع وقت ما عايزه، لا اقول لها صحيتي، لا اقول لها نمتي، لا اقول لها خليتي. لا يا حبيبتي، براحتك جدا 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 جدا. ليه؟ لان دعوه المظلوم بتوصل لسبع سما. يعني انا لو جبت واحده جوزتها لابني وظلمتها، دعوتها هتكون يعني ممكن توقف لي حياتي كلها. تمام. ف ربنا يهدي الجميع. عاملوا الناس اللي داخله حياتكم جديد بالحسنى، زي ما سيدنا محمد قال وزي ما كتبنا الكريم قال، نتعامل باللين، نتعامل بالحسنى. والله العظيم احنا دايما اللي قدامنا بيبقى رد فعل لافعالنا. يعني انا لو قلت لمراتي اني انت بيكي وانت عليك وانت كده، هي ممكن ما تردش، بس ممكن تكرهك، او ممكن ترد عليك. طب وعلى ايه انتوا داخلين سبق؟ هو انتوا يا جماعه داخلين سبق مين يشتم الاول، مين يكره الاول؟ ولا البنات اللي ممكن تكون داخله على حماتها انها داخله حرب؟ لا يا حبيبتي، انت مش داخله حرب، انت داخله في بيت عادي مفيش اي مشاكل، ما عندكيش اي مشكله ابدا. تمام. مع حماتك ادخلي كانك بتتعامليها احترامها لجوزك. عملتك وحش، لا معلش، حطي خط من اول يوم، وحطي خط لخصوصياتك. لما انا بقول انا هخلي ابني هيعيش في عيشه لوحده، في ناس بتزعل او بتستغرب. يا جماعه انتوا مالكم؟ انا عايزه كده، انا عايزه كده، انا عايزه اريح ابني، انا مش داخله حرب. مين هيعمل ايه؟ انا مش داخله حرب. ماشي. آه واي ست مكروهه من اهل بيتها او بيوقعوا بينها وبين جوزها، والله كل واحد عنده بنات وحسبي الله ونعم الوكيل، دايما تقوليها في اللي ظلمك. ماشي. مرات الاخ المكروهه، مرات الاخ، يا بنتي والله ما يفرق معاكي حاجه، اللي قادرلك على حاجه يعملها يا حبيبتي، عندك ربنا، اتقي الله بس، وصلي وتعبدي وما تأثريش مع عيالك. ورأي أي حد بصي يعني اضربي بيه زي ما بيقولوا كده عرض الحائط، يعني تمسكيه كده تخبطيه في حيطة. احنا مالنا برأي الناس؟ فوق لنفسك يا حبيبتي عشان تربي عيالك، ما تنقهريش، ما تعيطيش، ما تزعليش. والله وانا بقولك، والله ما في حد يستاهل زعلك مهما كان. الناس توصل ضغطها على لا دي تعبت، لا تعبي ايه؟ انت عبيطة، تعبي ليه وعشان ايه؟ لا ما تتعبيش. شوفي اقعدي في جو حلو كده، شايفه انا قاعده ازاي؟ قاعده في جو ظريف كده، صوت عصافير وشجر وهوا وحاجه ظريفه خالص. ما يهمكيش مخلوق خلق ربنا، اللي جه جه واللي ما جاش مع السلامه. والله العظيم اللي اهتم بيكي تمام، ما اهتمش مع السلامه. ماشي. الناس اللي بأصلهم معاكي اللي بأصلك انت كمان، وزي ما كنت بترحبي زمان ما عادش ترحبي بحد. اهلا وسهلا، جم اهلا وسهلا ياخدوا واجبهم ويمشوا وخلصت. بقيتي مكروهة بعد ما كنت بتقابلي سنين وبترحبي، وبعدين الصلح طلعتي انت بقى العدوة في داهية. اي حد يزعلك، ف عيشوا حياتكم بلطف، عيشوا حياتكم بهدوء،
اللي عايز يخش حياتكم اهلا وسهلا، مش عايز يخش مع الف سلامه وياخد الباب والله وراه. بقيت مكروهه دلوقتي، مع السلامه برضو. لا حبهم فارق معاكي ولا كرههم فارق معاكي. اللي عايز يخش يناقشني يناقشني، انا عادي عندي المناقشه. اعملي باصلك وخلاص. طبعا اتمنى النهارده كده الفيديو يكون عجبكم. حبيت اخدكم معايا جولة في هذا الجو المحترم الجميل. اتمنى لك دايما السعادة والخير. وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يوقع بين واحدة وجوزها، مادام هي كويسة وخلاص. وانتظرونا في فيديوهات جديدة دايما مع الملكة ميمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا حلوين، متنسوش التفاعل بقى.